أختي قالت لي تعالي أمّا نسافر دمياط، قُلت بس حلو أوي أجواء ريفية وهاعيش أجواء ريفية اليومين دول، أنا باحب الريف أوي. المهم لمّا سافرت دمياط الجديدة اتصدمت جدًا لأنها طلعت ما لهاش علاقة بالريف نهائي، وهي مدينة حلوة أوي وكل البيوت اللي فيها عبارة عن فِلَل 3 أدوار زي بالضبط التجمُّع أماكن الجديدة زي التجمُّع والرحاب. هنا كُنّا وصلنا وبجد كُنّا مبسوطين أوي، البلد كانت حلوة أوي وتحفة. كُنّا طلعنا بقى البيت ونمنا ساعتين وفطرنا ونزلنا، قُلنا إيه يالّا نروح البحر، وكمان ما كنتش أعرف إن هي فيها شواطئ، والشواطئ بتاعتها جميلة أوي بجد، والمدينة بُصّوا هادية والبيوت فيها جميلة والمكان هادي جدًا، تحس إن أنت كده يعني مريّح فاصل نَفْسك عن القاهرة ودوشتها. هنا كُنّا وصلنا بقى البحر، البحر جميل والمكان هادي، وعايزة أقول لكم إن كمان كان في ميزة جدًا إن إحنا كُنّا الوحيدين على الشاطئ، وده في حد ذاته كإننا كُنّا مالكين البحر بالضبط. الشاطئ جميل والجو بقى كمان كان فيه سِنّة ساقعة كده. هنا بقى كنت أنا بالعب بالمُرجحة باستعيد الطفولة، أيام الطفولة طبعًا. أنا بُص زي بنتي بالضبط، أحب اللعب أوي. المهم هنا إيه، مالِكة نزلت المَيّة هي وكوكي والجو برضه كان فيه سِنّة ساقعة، قُلت لها: "بلاش أنتِ عيّانة يا مالِكة." قالت لي: "لأ يا ماما أنا هانزل." هنا بقى كنا بنجهّز الفحم عشان هنشوي، كنا واخدين معانا فراخ متبّلة في علبة Tupperware. عايزة أقول لكم العلبة دي حلوة أوي من Tupperware، أنا باحب كل منتجات Tupperware. المهم أخويا برضه كان هنا بيهوّي بالطبق بتاع Tupperware وأنا عمّالة أقول له: "قلبي، قلبي هيُقع قلبي." الطبق أهم حاجة الطبق. وبُصّوا وطبعًا لازم أحُط لمستي طبعًا، لازم أحُط لمستي إن أنا يعني إيه، باشوي يعني. بُصّوا البحر، بُصّوا المنظر جميل إزاي، البحر كإنّك قاعد على البحر لوحدك، دي يعني حاجة تحفة. وهنا كوكي عمّالة تهوّي، وهنا بقى كُنّا أكلنا وخلّصنا أكل، وبعد كده قُلنا إيه، ندفّي إيدينا على بواقي الفحم، لإن الفحم كان لسه والع، والجو كان خطير، سِنّة سقعة كده مع الدفا بتاع الفحم كده كان عامل remix كده فظيع. هنا بقى كُلّنا حاطين إيدينا عشان نتدفّى، وألاقي لِك جوز أختي ماسك إيد أختي وقال: "إيه! بيدفّيها." أقول له: "لأ ما لكش دعوة سيب إيديها، سيب إيديها، سيب إيديها." عمّال يقول لي: "الله أكبر." أنا باقول له: "لأ ما عندناش الكلام ده، سيب إيديها." قُلت لمليكة: "يالّا يا مليكة تعالي نعمل زيّهم وهاتي إيدِك يا مليكة." أمّا أحُط إيدِك ومليكة أبدًا، لأ، مليكة أبدًا لأ لازم يا ماما أنتِ ل غيرانة منّهم. لأ يا مليكة أنا مش غيّرانة، أنا ما ليش في الكلام الغيرة ده. لأ سيبيه. المهم بقى خلاص إيه كده خلاص خلّصنا اليوم، واليوم كان جميل جدًا وروّحنا ونزلنا أكلنا بعد كده آيس كريم من المحل ده، هو كان مش عارفة اسمه إيه يا مليكة، مش فاكرة. فروستي والّا مش عارفة. المهم أكلنا آيس كريم بجد تحفة بالعين الجمل والبندق خطير. أنا عن نفسي أخدت توت باللبن وبندق. وهنا بقى مليكة مخلّية خالها يشيلها، ورُحنا هنا بقى جِبنا فول وطعمية عشان لزوم العشا. بجد كان اليوم ممتع جدًا. تاني يوم بقى قالوا إيه، يالّا نروح ناكل أكلة سمك تحفة جدًا من عند نوّارة الساحل. قُلت لهم: "يالّا." أحلى حاجة إنك تاكل السمك في المدينة الساحلية أو أي مكان ساحلي بيبقى السمك ليه طعم تاني غير القاهرة، اللي بناكله في القاهرة ده مش سمك ولا ليه علاقة بالسمك أساسًا. سبحان الله هناك السمك ليه طعم تاني. طلبنا سمك بوري وطلبنا كافيار وطلبنا طاجن وطلبنا بطارخ. جمبري طلبنا طاجن جمبري وطلبنا جمبري متحمر وجمبري مسلوق. وجمبري طاجن بالwhite sauce، وجبنا كمان كابوريا كانت مخلية، جبنا الكابوريا دي كان كانت عملها مخلية. كابوريا مخلية كنت أول مرّة آكلها بصراحة عجبتني أوي وهي وطعمها مخلية. تحفة جدا. آه، وعايزة أقول لكم إن السمك البوري بقى تحفة. إحنا خلّيناه يشويه بدون ما يفتح بطنه، عايزة أقول لكم إن بطنه كانت مليانة بطارخ اه أساسًا. هم دخلت ولقيت بطرخين جواه كبار آه. كده. وبيتقدّم لك شوربة جمبري كده كانت طعمها تحفة. هنا بقى خلّصنا أكل وقُلنا ننزل نتمشى شوية عشان نهضم الأكل اللي أكلناه ده. عايزة أقول لكم إن الأكل ده كمان اتبقى منه حوالي ييجي 3 سمكات، وكمان نُص الطاجن بتاع الكافيار كمان اتبقى منه. رُحنا هنا اتسوّقنا، الشارع ده جميل أوي فيه محلات كتير، ودخلنا عند المحل السوري ده، الراجل ده لذيذ أساسًا. المهم إيه جاب لنا ده كان سيرم حلو أوي قال لنا للبشرة وللإيد وللشعر. المهم كلنا خدنا منه كان حلو أوي. هنا بقى قُلنا يالّا نطلع نشرب عصير.
عايزة أقول لكم إن الناس هناك كريمة أوي، عايزة أقول لكم إن العصير ده كإنه في دُرة. وبعد كده تاني يوم رُحنا كمان كافيه كده على البحر، كان حلو أوي، ماليكا وكوكي عمّالين يلعبوا دومينو، قال إيه بيلعبوا دومينو إيه، وهُم أساسًا مش عارفين يلعبوا بيبُصّوا في ورق بعض. وكان يوم حلو أوي وقعدنا على البحر، الجو كان ساقعة، يعني في لسعة ساقعة حلوة، أنا أساسًا شخص شتوي جدًا وباحب السقعة أوي، فعجبني التوقيت بتاع الرحلة لأنه كان توقيت حلو أوي، القاهرة لسه مش ساقعة وهناك الجو فيه سِنّة برودة عجبتني أوي، انبسطنا جدًا، 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 وكان يومين تحفة، بجد حلوة أوي دمياط.